من داخل التلاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم حبايب قلبي الأعزاء، يسعدني ويشرفني اشتراككم ودعمكم لنا في القناة ليصلكم كل ما هو جديد فضلا وليس أمرا. أذكركم بأن عندنا قناتين، أنا مودي مامتي دودي ومودي قلب دودي. أتمنى الاشتراك في القناتين، تفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد فضلا وليس أمرا. النهاردة جايين نصور أحلى هدية ومفاجأة لمودي من مامته. مين؟ دودي. من مامته. مين؟ دودي سمان. طبعا بصوره لسبب، انا طبعا ما بصورش الاكلات بتاعتنا، لكن اللي جعلني اصوره ان اول مره في حياه مودي ياكل سمان. فطبعا على طول بياكل الفراخ، اللحمه، الحمام. فطبعا انا هنا بربي حمام، فلسه الزغاليل صغنططه خالص. فكنا اكلين حمام الاسبوع اللي فات. فطبعا مودي طلب مني اول امبارح ان هو ياكل حمام. فيا مودي مفيش حمام، الحمام لسه صغنن، لما يكبر شويه ماليش دعوه يا مامي، انا عايز اكل حمام. طبعا مودي من عشاق الحمام، اللهم بارك. طبعا اولا قبل اي حاجه نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ايه روح قلب ماما. حاضر، بقول لكم مودي في حمامه صغننه عندنا ماتت. المهم يعني الحمامة الكبيرة ما أكلتهاش. تمام، الحمامه الكبيره يا اصدقائي ما اكلتهاش، هي ماتت لوحدها، الصغننه ماتت لوحدها. المهم يعني باختصار آم، ان استنوا نطلع مع بعض من التلاجة، بدل ما احنا قاعدين فاتحين التلاجة كده ونتكلم مع بعض، نطلع مع بعض وندردش براحتنا. يلا بينا. بس يا مودي طبعا ده جميل قوي، ده احنا عنب. الله اللهم صل على النبي. الله اكبر. مودي بيقول لكم قول اللهم صل على النبي. شاطر يا مودي. طبعا ده السمان. طبعا لما مودي طلب الحمام والحمام مش جاهز عندي، فانا قلت ايه اجيب له سمان كده ويكون اول مره طبعا في حياته يدوقه. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين ان السمان ليه فوائد مهوله ورهيبه. وحتى بيض السمان الصغنن ده لما بتسلقوه على النار يعني، وبتاكلوه للاطفال اللي هي متاخره في النطق، بتنطق سبحان الله، يعني ليه فوائد رهيبه. فطبعا ده سمان. انتي نقعاه في ايه؟ نقعاه في ميه محلول، ميه بملح بخل بليمون، فالعائم ده يا شباب ليمون. فطبعا ده سمان زي ما حضراتكم شايفين. زي ما حضراتكم شايفين ده كده 6 سمانات، بس ده 6 سمانات. 1 2 3 4 تعدد دي مرتين. 2 1 2 3 4 5 6. 7 الستة لا خلاص يا مودي، ال6 سمانات دول يا شباب دي أمهات. طبعا الجوز منه ب100 جنيه، الجوز منه ب100. 80 ب100 يعني الاتنين ب100. فطبعا طب ايه الفرق؟ لكن ده زغاليل صغننة سمان زغلول، الجوز منه ب60 جنيه. نحبها احنا معانا اخبار اناناس. استنى يا مودي بعد اذنك. مودي لو وقعت الحاجة هتقع على السرير. فطبعا انا مطلعاهم دلوقتي، انا غسلاهم، جبتهم امبارح بالليل، اشتريتهم وغسلتهم ونقعتهم للصبح في التلاجة، لان طبعا انا مش جايباهم امبارح بالليل يعني بدري، يعني انا جايباهم متاخر. جايين طبعا داخلين الشقة الساعة 2 بالليل. فعلى ما غسلتهم وكده كان الساعة 3. نقعتهم من 3 لحد الآن الساعة 6 الصبح، يعني 3 ساعات في التلاجة، والوقتي هنكيسهم مع بعض. طيب ايه الفرق بين الأمهات والزغاليل؟ الأمهات دي طبعا أنا جايباها صراحة عشان ناكلها النهاردة. طبعا مش أنا ومودي بس، أنا ومودي والمتواجدين. لكن الزغاليل دي أنا جايباها لمودي قلب دودي، هكيس له. عندنا واحدة أم دودي، وواحدة قناة مودي قلب دودي. شاطر. وواحدة مين؟ واحدة أنا مودي مامتي مامتي دودي. واحدة مودي مودي قلب دودي، واحدة أنا مودي مامتي دودي. طبعا دول هكيسهم، دول هكيسهم مع حضراتكم لمودي قلب دودي، كل واحدة زغلولة في كيس، علشان كل يوم كده أعمل له واحدة على قده. تمام. أنا جايبة من دول الجوز ب60، وده يعني الاتنين ب60، وجايبة من دول الاتنين ب100. النهاردة حفلة ايه؟ حفلة السمان. النهاردة حفلة ايه؟
السمن. طبعا انا زي ما قلت لحضراتكم بصورش اكلات كتير لاني ما بحبش الاكل كله يطلع في العلن، لكن عشان اول مره في حياه مودي ياكل سمان لازم تتبروز في حياه مودي البدودي. وان شاء الله باذن الله ان حبوا بعد اذنك يا مودي، وان شاء الله ان حبوا، يعني هو طبعا بيعشق الحمام، فلكن ان حب السمان هو لسه اول مره النهارده هيدوقه، فان حب السمان معانا ان شاء الله هعمله له بقى كتير. يلا بينا نكيس ايه؟ السمان. الله. وده كمان يا اصدقائي ايه؟ دي القوانص والكبد بتاعته والقلوب، طبعا بكيسها معاه علشان لما احشيها، لما بحشي الواحده بحط فيها الكبده بالقنصه بتاعتها بالقلب وهكذا. طبعا بيبقى طعمه ايه يا مودي؟ جميل. الله بيرفكت. قوته صحية. يلا يا اصدقائي، طبعا هنا رجعنا لكم تاني بعد ما كيسناهم زي ما حضراتكم شايفين. انا بس حبيت اكيس سريعا كده لوحدي علشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده. طبعا انا حابه اوريكم حاجه مهمه جدا. شفتوا الميه دي؟ هي دي الميه الووتر المحلول اللي كان محطوط فيه ايه؟ محطوط فيه السمان. شوفوا عمل ازاي بقى لونه محمر. كل السمان نزل الدم الزائد فيه ونزل الزفاره بتاعته فيه. فطبعا لازم اهم حاجه للبنات المبتدئه، اهم حاجه غسيل الشيء كويس جدا. بتشيل الغدد منه، الغدد اللي حوالين الرقبه، بتنضفيه كويس جدا. بتشيلي يعني بصوا حضراتكم هنا، انا هنا بشيل كل الغدد اللي حوالين الرقبه بتاعتها. طبعا بشيل الحصله كويس. طبعا من ورا هنا في غدد ايضا بشيلها. طبعا بنضف جوه كويس، جوه بطنها بشيل اسمها ايه، الفشه اللي لونها احمر دي. طبعا كل حاجه كامله متكامله لازم انضفها كويس جدا وبغسلها غسيل كويس جدا. وبعد كده لازم انقعها في المحلول بتاعها من 2 ل3 ساعات. مستعجله انقعيها ساعه واحده فقط لا غير، وبعد كده لازم تغسليها تاني. ما ينفعش اخدها من المحلول كده واقوم رايحه حطها على النار، ما ينفعش خالص، لان المحلول ده طبعا فيه كل الزفاره بتاعتها. فانا لازم اغسلها كويس جدا بعد نقعها في المحلول مره اخرى. وبعد كده نبدا نحطها بقى على النار، نسويها، نحشيها بقى زي ما احنا عايزين، نشويها على الفحم في سياخ زي ما احنا عايزين وحابين. طبعا انا حبيت آه، اوثق معاكم اللحظه عشان بس افرح مودي قلب دودي، لان دي مش قناتي، دي قناه مودي قلب دودي روح القلب والنني. طبعا باذن الله، باذن الله يوم ما اخد الدرع باذن الله الدرع هيجي باسم مودي ابني. اول درع، طبعا احنا عندنا قناتين، فاول درع انا متبرعه بيه لمودي قلب دودي روح القلب والنني يكون اسمه هو عليه. تاني درع بقى ان شاء الله يكون باسمي. فان شاء الله ساعدونا لحمله كامله متكامله للوصول ل100,000 مشترك على القناه. اتمنى طبعا كلكم تكونوا بالف خير، وطبعا مش بالف خير بس، بملايين الخيرات وصحه وهنا وسعاده ورضا وراحه بال. وما تنسوش لو وصلتوا معايا لحد هنا الصلاه على النبي محمد بتفتح كل الابواب المغلقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما تنسوش كل اللي متابع معايا يقولوا بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. طبعا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. وطبعا ما تنسوش احلى لايك واحلى دعاء حلو من قلوبكم لمودي قلب دودي، لان مودي الايام دي طبعا نازل في الترجيع باستمرار، واللهم لك الحمد. يعني من المراوح والجو متقلب حر، مع يعني يبقى حر شويه ندخل من سخن للبارد وهكذا. فاللهم لك الحمد ولك الشكر على كل شيء. طبعا ان شاء الله مش هوصيكوا على القناتين، قناة مودي قلب دودي وقناة انا مودي مامتي دودي. والى اللقاء في فيديو اخر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اصدقائي. باي باي. ورجعت لكم تاني هنا حبايب قلب الاعزاء بعد ما طبخت الحمام. وطبعا هنا رز بالكبدة السمان، ام سوري يعني سمان. طبعا انا بس قصدي اوريكم السمان. طبعا محشي اهو من الزورو، ومحشي طبعا من بطنه، لكن انا محشتش تحت الجلد لان الجلد بتاعه رقيق جدا هيفك مني. حتى لو حطيت حاجة بسيطة خالص هو جلده رقيق مش محمل. طبعا هو ده الرز بالكبد بالقوانص. شوفوا شباب روعة، شوفوا معايا
نتذوق. تحفة. ودي احلى شوربة، شوربة السمان، روعة روعة روعة. بس حبيت اوريكم الاكل على السريع طبعا، وجنبه بقى طبق مخلل. لسه هظبط دلوقتي، بس طبعا حبيت اوريكم الاكل على السريع لسبب ان في ناس كتير تقعد تقول انا ما بعرفش افرق بين السمان والحمام. في فرق شاسع. الحمام طبعا بيكون مربع كده في بعضه ككتلة واحدة، يعني قصير صغير كده مع نفسه، لكن السمان بيكون دايما اخد الشكل الطولي ده. فحتى لو اي مطعم حب يقدم الحمام على حب يقدم السمان اي سوري على انه حمام، اكيد مش هتتخمي فيه، اكيد انت هتعرفيه من شكله. طبعا السمان بيكون يعني شبيه بالفراخ الصغيرة كده في شكله، رجليه طويلة شوية، بخلاف الحمام اطلاقا يعني. ورك السمان خلاف ورك الحمامة. فطبعا ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة على السريع كده. ما تنسوش تدعمونا، وطبعا تعالوا اشربوا معايا احلى شوربة، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي يا اصدقائي.